عسلامة، هيا وينكم؟ شنو عاملين؟ ان شاء الله تكونوا كلكم في صحة جيدة وفي خير ونعمة. حبيت نشكركم الناس الكل على تعليقكم في الفيديو اللي فات وعلى دعواتكم على حبكم ليا. بالحق ما توقعتش كمية الحب هذيك الكل وكمية الكلام الإيجابي هذاك الكل وكمية بالحق انكم توحشتوني وحسيتوا ببلاصتي والكل. ربي يبارك لكم الناس الكل وربي يعطيكم على قد قلوبكم واحدة واحدة وان شاء الله ربي يبارك لكم، وان شاء الله يا ربي نرجعوا كل مره نهبطوا فيديو هكا قصير فيه شويه حيل شويه وصفات شويه هكا روتينات وحاجات. ما عادش يعني ما نحبش نهبط لكم فيديوهات طويله برشا ممله والكل. توا وليت نحب نهبط لكم فيديوهات قصيره شويه باش هكاكا انتم ما تملوش وفي نفس الوقت خاطر ما نجمش نصور لكم فيديوهات طويله برشا. اليوم حابين نشارك معكم برشا هكا شويه هكا افكار والكل، ان شاء الله يا ربي يعجبوكم. عندي خبز، ريتو الخبز هذا كيفاش عملته، حاطه فيه شويه زيت زيتونه، طيبته في الفرن اللي تحمر شويه، قصيته جويد ودهنته بشويه زيت زيتونه، حطيته في الفور باش يعطي البنه نتاعه والنكهه نتاع زيت زيتون يجي بنين برشا. باش نزيد فيه لهنا شويه من الفلفل هذايا، ننكهو الحقيقه الشابلير ما نخليشو طول يعني، وشويه ثوم زاد هذايا الغبره، باش نحط فيه شويه ملح. الملح شويه برك على اعتبار انه يعني الحاجات اللي باش تعملوهم بهم يكونوا مالحين ولا ما همش مالحين. كهو باش نخلطهم ونطيب منهم ونخلي منهم نعبي في حكه ونحطو غاديكا. بدنا الحقيقه نحطو في الفريجيدير باش ما يجرالوش حتى شيء، خاطر تو الدنيا سخونه برشا. هو والفلفل المهروش هذايا والثوم غبره نحطهم في الفريجيدير. تو الدنيا سخونه برشا، اي حاجه تقعد شويه تحسها تفسد. وذايا راني ما نعملوش ما نرحيشو برشا، نعملو هاكم تشوفوا فيه القش باش يعطيني هكا قرميشه في القليان. حصل محلاها حاجه الدار، بالحق محلاها حاجه الدار. تعملها وحدك في الدار انظف وخير صحيح. هو اللي ما يحبش تتعب يحب فيسع. اما بصراحه كي تبدا واحده قاعده في الدار والكل صحيح هو عندها برشا قضيات ساعه كي تلوح حاجه كيف ما هكا ما تخسرهاش، بالعكس. لو واحده من الناس نفرح نبدا هكا عامله جو كي نبدا نعمل في حاجات هكا نتاع الدار والكل، نبدا شيخه عليهم. برشا فلفل باهي كميه باهيه. فيه المحل هذاك اللوطاني فيه شويه احمر وهكا حسيت بدا يستحمر شويه. وين باش نعملوا شو اسمها يا ربي، باش نعملوا سلطه مشويه، اما باش نعملوا بطريقه سهله وباش نصبروا بلا غير واحد بلا غير فريجيدير، باش نصبروا لبرا. ريتوني يعملوا لك كيفاش شويت وقصيتو قصان وصبرته. المره هذه باش نعملوا بطريقه اخرى حبيت نشاركها معاكم. هو الفلفل نتاع الوقت هذا بنين على الفلفل نتاع الشتاء هكا. نعمل منه كميه ونخبيهم يبقوا من العام للعام ما يجرى لهم حتى شيء. باش نخلط باش نعمل منهم شو اسمه الاحمر والاخضر، باش نخلطهم زوز مع بعض. الكبار هذوما لا مانيش عملتهم، اما هذوما يعني هكا المستحمر شويه احمر وشويه اخضر اهو هذوما باش نعملهم كلهم مع بعضهم، باش نخلطهم مع بعض. اول حاجه باش نحي لها القعموره هذه الفوقانيه، اما مانيش باش نحي لها الزريعه خاطر نحبه يبقى محرحر. ما هوش حتى كان باش نح منه شوي زريعه شوي مش برشا، يعني نص نخليه بالزريعه ونص لا باش يهز بعضه باش يبقى الحروره فيه ما تتنحاش، خاطر بالوقت يخف شويه يبرد شويه الحروره اللي فيه. نحيلو القعموره هذيا ونغسلو وننظفو بالباهي ومن بعد نوريكم شنو باش نعمل. انا كملت هاني حليتهم الكل، قصيتهم ونظفتهم وغسلتهم. طيب باش نحطهم يفوروا نحطهم يفوروا يعني ياخذوا كل واحد تفويره باهيه نتاع سلطه. كملت هاكم تشوفوا فورته وفورت معاه شويه ثوم، نحب خاطر نفوحها بالثوم. تحبوا زاد تعملوا معاها بصل، تحبوا كيما تحبوا، اما انا باش نعمل كان فلفل وثوم مع بعضهم برك.
نفورهم كيف ما هكا وباش نرحيهم. تو باش نعديهم نرحيهم بالماكينه. ترحوا باي نوع تحبوا عليه يعني الرحاية اللي تحبوا عليه. تنجموا تقصوا قصان، تنجموا تعملوه كيما اسمه التسطيره، طريقه التسطيره كيما تحبوا انتم. ولهنا حضرت عندي الحكوك غسلتهم بالباهي ونغلي من غديكا في الماء باش نعقمهم بالماء. واستغفر الله يا ربي، وريتكم ديجا كيفاش نعقموا الحكوك وكيفاش الطريقه نتاعو، كيفاش يصبر، كيفاش ما يجرالو حتى شيء. وريتكم في برشا طرق، هي بيدها في الحاجات اللي باش تعلبوها الكل، يعني في الحاجات اللي باش تصبروها الكل بغير فريجيدير بنفس الطريقه اللي وريت. ما نعرفش علاش النهايه نتاع الفيديو تفسخت لي، ما عرفتش علاش. اما ريتو لهنا نرحيه ونعبيه في الحكوك، وساعات نحطه هكاكا في وسط الحكوك وهما معقمين مريقلين امورهم واضحه، ونحطهم في ماء سخون باش نطلع منهم الهواء. ووريتكم ديجا قبل كيفاش نصبرهم وكيفاش نخليهم، وهكاكا يولي عندي أصلة مشويه اللي ما فيهش طماطم. الفلفل هذاك المشوي ولا المفور، ولا تحبوا تشوه ولا تفوروه على راحتكم من العام للعام. هذا هو الفيديو متاعي لليوم، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. ما بقى كنقولكم في رعاية الله وحفظه الناس.